السلام عليكم. اليوم مقطع ماينكرافت. طبعا شباب، بعد التحديث الاخير لماينكرافت نسخة البيدروك اللي هي 1.19.70 او 0.73 شفنا بيها مشاكل وجلتشات كلش هواي، ومشاكل ما كانت موجودة باللعبة صارت هسه موجودة ومزعجة بشكل كلش كبير ولها تأثير سلبي على اللعب. طبعا اول شي عندنا الانتقال او التي بي، مهم جدا في لعبة ماينكرافت بحيث تقدر تنتقل من منطقة لاخرى بكل سهولة. بس الان من تحاول تنتقل او تستعمل التي بي ما راح تقدر تتحرك، يمكن عندك تتحرك وتقدر تكسر، لكن تظهر للاعبين الاخرين واللي وياك انك بمكانك وما تتحرك وتحتاج الخروج من السيرفر والدخول مرة اخرى حتى تقدر تتحرك، وهي مشكلة مزعجة جدا بشكل ما تتصورونه. قبل لا ندخل للمشكلة الثانية لا تنسى اللايك وتدخل سيرفر الديسكورد، الرابط راح تلقاه بالوصف، وايضا اذا تريد الرابط مال تحميل هذا التحديث من ماينكرافت راح تلقاه بالوصف. المشكلة الثانية موجودة بالكوماند بلوك اللي نستخدمه بالانتقال بين المناطق الخاصة بالاعضاء بالسيرفر. مثلا عندك سيرفر عراق كرافت وخليج كرافت، هم يستخدموا الكوماند بلوك حتى مجرد ما تضغط زر راح ينقلك المنطقة. عندنا بهذا التحديث من راح تستخدم الكوماند وتخلي بيه احداثيات راح ينقلك وحده بدون ما تضغط زر، ومن راح ينقلك كذلك راح تتكرر عندك مشكلة انه لازم ترست السيرفر تطلع وترجع تدخل حتى تقدر تتحرك. يعني كل ما تتقرب من الكوماند بلوك على قرب تقريبا يعني 100 بلوكة راح ياخذك مباشرة للمكان اللي حاط بيه احداثيات. والمشكلة وين؟ انه ما ينقلك بس انت، ينقلك انت واعضاء السيرفر كلهم. المشكلة الثالثة تتعلق من راح تقتل التنين وراح تنتقل بالبوابة الخاصة بعالم الاند للمكان اللي راح تلقى بيه الاند سيتي والالترا. من راح تنتقل راح تستخدم الاندر بيل، والاندر بيل بهذا التحديث همينه راح تسوي لك جليتش وراح تضطر انه تطلع وتدخل السيرفر حتى يروح منك هذا الجليتش، وسالفة كلش مزعجة انه تدخل وتطلع كل شوية من السيرفر، ومشاكل جدا كثيرة في هذا التحديث. كذلك ايضا الفاكهة اللي راح تاكلها من الاند من راح تاكلها شوي راح تنقلك، يعني تعبرك مكان بسيط، كذلك ما راح تاكلها راح تحتاج ترست، واذا ما رستت راح تبقى معلق بمكانك، ما راح تروح المكان بعيد تريد تاخذ شغلة ما راح تقدر تاخذها. مشاكل كلش كثيرة في هذا التحديث، ومن غير المشاكل جلتشات هواي همينة اتمنى حلها بالتحديثات القادمة ان شاء الله. بس والله وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى تحط لايك واشتراك وتكتب لنا تعليق حلو او تعطينا فكرة لمقطع نسويه، ولا تنسون تدخلون سيرفر الديسكورد. وبس، مع السلامة.